مساء الفل على حضراتكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. متابعتنا لسه مستمرة معاكم لكل جديد بيحصل في اسكندرية. متابعتنا النهاردة بإذن الله هتبقى لأعمال محور شارع محمد نجيب. محور محمد نجيب وبالتحديد المرحلة الأولى من المحور واللي جاري تنفيذها زي ما حضراتكم بتشوفوا معانا. موجودين دلوقتي فين؟ موجود معاكم في شارع جمال عبد الناصر. شارع جمال عبد الناصر وبالتحديد عند تقاطع جمال عبد الناصر مع شارع محمد نجيب، ودي المنطقة اللي كان فيها الإشارة واللي يعني يعتبر هدف من أهداف المشروع إلغاء إشارة تقاطع عبد الناصر مع شارع محمد نجيب. كده أنا واقف مع حضراتكم أثناء طبعا التجهيز لصب القمرات العرضية اللي هتربط ما بين الأعمدة. كمان خليني أقول لحضراتكم إن شاء الله هيتحط فوقيها بقى القمر الطولي اللي إن شاء الله بعد كده هيمشي فوقيه السيارات. عايز أقول لحضراتكم ان ارتفاع الكوبري يعني تقدر تقول واصل او بعد ما يتم الانتهاء هيبقى لحد الدور الثاني، ده الواضح او ده اللي انا شايفه من الاعمال. مش هيبقى اعلى من كده، اعماله ضخمه جدا جدا وفي تفاصيل النهارده مهمه هنتكلم مع حضراتكم فيها. عايز اقول لحضراتكم بقى القائم بتنفيذ المشروع شركه حسن علام. زي ما احنا بنشوف تجهيز ضخم جدا جدا. هوريكم كمان اعمال دلوقتي من داخل الموقع، ولكن كالعادة بقى لو حضرتك أول مرة بتشوفنا تقديرا للمجهود المبذول، يشرفني جدا جدا اشتراكك في القناة وتفعيلك للجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بنتابع من خلال قناتي يوميا وعلى مدار الساعة بفضل الله كل جديد بيحصل في اسكندرية، أحداث كتير، مشروعات أكتر. كل ده بفضل الله موجود عندنا يوميا، وعلى قد ما نقدر بنحاول نغطي معاكم من كل مكان. عايز اقول لكم بقى محور محمد نجيب تفاصيله كتير جدا جدا. ده اسمه بالنسبه لنا كوبري شارع محمد نجيب 2، لان كوبري شارع محمد نجيب 1 ده الكوبري اللي موجود فعليا واللي تم تنفيذه وتم تشغيله على كورنيش اسكندريه، الكوبري اللي كان ضمن المرحله الثانيه من توسيع كورنيش اسكندريه. اما بالنسبه للكوبري اللي حضراتكم شايفينه ده المرحله الاولى من محور محمد نجيب. المرحله دي هتشمل ايه؟ المرحله دي هتشمل انشاء الكوبري اللي حضراتكم شايفينه زي ما احنا بنشوف اهو. ده شكل الموقع جوه، يعني حتى المناطق يا جماعه اللي ما تصبش فيها الاعمده او ما تصبش فيها الخوازيق اهو بدات تطلع معانا الاعمده كده، بدايات الاعمده زي ما احنا بنشوف. لا الموقع كله كل الاساسات او كل الخوازيق تم وضعها زي ما حضراتكم شايفين. الموقع طبعا كله في شارع محمد نجيب، الموقع كله او الشغل كله من عند شارع العسوي لحد ما نوصل فين؟ لحد ما نوصل عند تقاطع عبد الناصر. بدايه الكوبري او مطلع الكوبري هيبقى من عند لو حضراتكم بتيجوا المنطقه دي يا جماعه بعد ما تعدي العسوي وانت داخل جوه محمد نجيب رايح اتجاه عبد الناصر، هيبقى على ايدك الشمال موجود عندك ملعب كده بتاع كوره. بعد الملعب ده مباشره ده هيبقى مطلع الكوبري. عايز اقول لكم بقى الكوبري هينزل فين. لو برضو حضراتكم عارفين شارع محمد نجيب كويس، النفق بتاع محمد نجيب كده كده احنا عارفين ان في الايام القادمه هيتم ردم النفق باذن الله. بعد جزئيه من النفق كده حوالي 15 20 متر ده هيبقى منزل الكوبري. الكوبري بقى المفروض هينزل خلاص، هيكون مفيش النفق عندنا تماما. كمان هيكون عندك بعد كده باذن الله المحور بتاع ملك حفني. طيب المرحله الاولى دي هتشمل ايه تاني؟ بصوا يا جماعه ده تصوير حصري لينا زي ما عودناكم من داخل الموقع اهو. طيب المرحله الاولى بقى دي هتشمل على ايه او ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هل الموضوع مقتصر بس على اعمال الكوبري ده؟ هقول لحضرتك لا. المرحله الاولى دي هتشمل الكوبري اللي احنا بنتكلم عنه. وبالمناسبه يا جماعه هيتعمل قمر ستيل في المنطقه، يعني بقى كل كاميرات الكوبري هتبقى خرسانه، ولكن الكاميرا اللي هتتعمل فوق شارع جمال عبد الناصر هتبقى ستيل شبيهه جدا جدا للكاميرا اللي اتعملت في الكوبري بتاع محمد نجيب اللي على الكورنيش في المنطقه اللي هي هيعدي من اسفلها العربيات بعد تغيير او بعد الغاء اشاره محمد او بعد الغاء عفوا اشاره سيدي بشر. زي ما حضراتكم كمان بتشوفوا تشوينات كبيره جدا جدا من الخشب موجوده دلوقتي في الموقع، وده استعدادا لتنفيذ باقي الاعمال. عايز بقى اقول لحضراتكم المرحله الاولى من المحور هتشمل ردم نفق كوبري شارع محمد نجيب او ردم نفق محمد نجيب لاستكمال الكوبري. ثم بعد كده انت عندك وصلتين موجودين للنفق في قبل السكه. الوصلتين سواء جاي من درباله او جاي من سيدي بشر كنت بتنزل فيهم وتعدي الطريق تطلع بحر السكه. خلاص بقى بعد كده مفيش الكلام ده. بعد كده مع تنفيذ محور ملك حفني هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك طريق اجباري القادم من فيكتوريا هيعدي من اسفل الكوبري او هيعدي من اسفل النفق، هينزل النفق عادي جدا، ولكن كان بيكسر شمال يعدي بحر السكه لا خلاص بقى هيكمل ويطلع من النفق يلاقي نفسه راح اتجاه سيدي بشر.
يعني الوصلتين اللي موجودين في بحر السكه دول هيتم فتحهم على بعض، الوصلتين دول هيتم مدهم على بعض. بالنسبه بقى لامتداد الكوبري امتداده المفروض هيكون ازاي؟ هقول لحضراتكم. احنا عارفين ان في مجموعه كباري لسه كمان هيتم استكمالها، المحور مش متوقف فقط لا غير على الاعمال اللي احنا بنشوفها دلوقتي واللي بيقوم بتنفيذها زي ما قلت لكم حسن علام. شغل الكورنيش الغربلي، شغل المترو وراسكم، بس عشان نكون واضحين مع بعض. اللي احنا عارفينه واللي احنا تابعناه ان في لسه كوبري كمان هيتعمل في شارع مصطفى كامل، وفي ربط ما بين الكباري ومجموعه كبيره من الكباري. هل في ازالات للجزيره الخضراء؟ هقول لك حتى الان يعني ما هي الا اجتهادات وكله كلام. تسمع من ناس من الجزيره الخضراء، الناس تقول لك فعلا جالنا اخطار، فعلا بلغونا وقالوا لنا ان في ازالات لبعض البيوت. تكلم ناس تانية تقول لك لا، مفيش الكلام ده، ما جالناش اي اخبار. فالموضوع حتى الان مفيش اي جهة رسمية اعلنته، الموضوع لحد الان ما هو الا كلام. لحد بقى يعرف رسميا ايه البيوت اللي معرضة للازالة، محدش يعرف اي حاجة. بس يعني احنا ايه، مش عايزين نقلقكم، مش عايزين نسبق الاحداث. بمجرد ما يقولوا مثلا ان شاء الله مفيش هدم، هطلع اقول لكم لا يا جماعة مفيش ازالة والحمد لله. لا قدر الله حصلت بقى وقال لك في مجموعة من البيوت واتحددت، هنقول لكم. فمش هنكذب عليكم، يعني الموضوع مش هيستخبى ومش هيتدارى. زي ما حضراتكم بتشوفوا بقى المحور ده يا جماعه، عايز اقول لكم ان المنطقه هنا بالكامل هيبقى فيه ربط او فيه مجموعه طرق كتير جدا جدا بيتم تنفيذها في اسكندريه. الوضع مش مقتصر فقط لا غير على المحور اللي احنا بنشوفه، انت عندك كمان لسه في طريق الكورنيش انتهى، عندك محور ملك حفني. محور ملك حفني بقى واللي تم ازاله جميع المحلات من اجل تنفيذه، واللي لحد الان هيبقى من منطقه فيكتوريا، من عند مزلقان فيكتوريا، وهيكمل معانا لحد المنظره، وليه امتداد بقى مع الاصلاح ومكمل لحد ابو قير. زي ما حضراتكم بتشوفوا بقى دلوقتي في الصور اللي قدامنا، عمال حسن علام، الناس شغاله وبكل صراحه شهاده حق ربنا يحاسبنا عليها، من اسرع الكباري او من اسرع الاعمال اللي انا شفت تنفيذها. حسن علام شكرا جدا ليكم على سرعه الاعمال، فعلا الناس بتقوم بمجهود كبير، والاعمال انت شايفها صغيره ولكن الشغل كتير. وخلال بقى ايام قليله جدا جدا هيتقفل طبعا النفق استعدادا او تمهيدا لردمه، ده هيحصل في الايام القليله جدا القادمه. ولو حضراتكم متابعين الفتحه اللي كانت اتفتحت عند فتح الله كده اسفل مسار المترو، الفتحه دي اتفتحت عشان يغيروا المسار، ويبقى احنا كده خلاص نقدر نعدي، حتى لو بعيد تماما عن نفق شارع محمد نجيب هنقدر نعدي مفيش اي مشاكل. يعني خلاص نقدر نقول خلال ايام قليله جدا جدا هنودع النفق وهتبدا اعمال الردم. بعد كده هيتم بقى تحويل المسار زي ما قلت لحضراتكم من شوارع تانية، هينتهي عمليه الردم. بعد كده هنبدا نقوم بالاعمال في الجزء الثاني برضو باذن الله هنغطيه معاكم. خلاص يعني بنسبه كبيره جدا جدا الاعمال اصبحت واضحه في الجزء اللي هو من بعد جمال عبد الناصر وانت رايح لحد العسوي. زي ما احنا بنشوف يا جماعه اعمال ضخمه جدا جدا بيتم تنفيذها. الكوبري ملامحه بدات تكون واضحه معانا، والارتفاع اهو واضح تقريبا بيصل لحد الدور الثاني عشان الناس اللي بتسالنا عن الارتفاع. كده تكون حلقتنا النهارده انتهت، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. حاولنا نتابع معاكم من كل مكان، وبالاخص المشروع ده تابعناه من اول يوم دخلوا شارع محمد نجيب والمعدات اشتغلت. كنت القناه الاولى بفضل الله اللي نزلت لحضراتكم. دمتم في حفظ الله وامانه، وهتوحشوني جدا جدا من هنا للفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله.